التوغل شيكابالا متسع من المكان، زاد في السرعة، دخل شيكابالا، التسديدة قوية، بابا جول 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 جول. يا سلام عليك، شيكابالا يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة الرابعة. أين هو دفاع الوداد؟ أين هم لاعبو الوداد؟ شيكابالا وكأنه في حصة تدريبية استلم الكرة، راوغ الأول مرة وتوغل وسدد وجول. جول من شيكابالا للزمالك عند الدقيقة الخامسة من انطلاقة الشوط الأول. يا له من جول، شوف العجب ماذا حصل. شيكابالا يجري بالكرة 40 متر، يراوغ الأول، وينو الثاني، وينو الثالث، وينو الرابع، ولا واحد خرج له. شيكابالا يسدد من حوالي 25 متر، كرة أرضية زاحفة على يسار محمد عقيد. هدف أول للزمالك، هدف عجيب وغريب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أنه تكون عندك مساحات بهذا الشكل، تنفرد على 30 سنة في عمره. قلت لكم شيكابالا ليس هو شيكابالا زمان، ومع ذلك الخبرة والتجربة صنعت الفارق، والصنعة والمهنة صنعت الفارق. انفرد، سدد كرة زاحفة أرضية على يسار الحارس. أول أهداف المباراة لنادي الزمالك، ليس هناك بداية أفضل من هذه يا شيكابالا، وكذلك لنادي الزمالك المصري. هدف هكذا مبكر يكون له تأثير إيجابي على عناصر نادي الزمالك، وتأثير سلبي بالمقابل على عناصر نادي الوداد. قد يرتكب خطأ فادح هنا في هذه الكرة. كرة أخرى وخطأ لصالح نادي الزمالك، وعودة التوغل، جول جول. ما هذه الهدايا من دفاع نادي الوداد؟ هدية أولى استلمها شيكابالا، وهدية ثانية لصالح نادي الزمالك عند الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول. عجب هذا الذي يحدث في 20 دقيقة الأولى من عمر المباراة. هدية كاد يسلمها الحارس في نهاية المطاف، جاءت هدية لا ترد. هدية مثل هذه يجب أن تقبل. هل باسم مرسي هو الذي استلمها؟ هو الذي راوغ؟ لا، ليس باسم، وإنما أيمن حفني. الفنان أيمن حفني استلم كرة بيسرى، راوغ وسدد على يسار الحارس. جول ثاني للزمالك في ظرف 18 دقيقة لعب. ولا زملكاوي كان يتوقع هذا السيناريو بهدفين مقابل 0 للزمالك بعد أقل من 20 دقيقة. ولا زملكاوي ولا ودادي كان يتوقع مثل هذا السيناريو، وهذه الأخطاء الفادحة في مباراة نصف نهائية دوري أبطال إفريقيا. فاتح اللعب بهذا الشكل فريق الوداد أمام فريق قناص، أمام فريق أي نعم نقول عنه بأنه ما عندوش خيارات كثيرة، ولكن عنده لاعبين بإمكانهم صناعة الفارق. عندما تعطى لهم هدايا بهذا الشكل لا يرفضونها تماما. هدفان مقابل 0. إسلام جمال اللذان ساعد كرة ممتازة، لا جول لباسم مرسي. جول ثالث قاتل عند الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الثاني. هذا أيضا من عجائب العجائب، أنه من كرة ثابتة يخرج لاعب في القائمة الثاني أمام دفاع واقف، أمام حارس يتفرج، ويأتي من بعيد ويسبق الجميع ويسجل هدف ثالث. اللاعب لم يرتقي فوق الرؤوس، وإنما دخل بين اللاعبين وسجل هدفا ثالثا. شوف هنا الخطأ الفادح، يعني دخل بينهما ولم يرتقي فوقهما. شوف الإعادة مرة ثانية. أنت قط ماكر يا باسم يا مرسي، قط ماكر تمكن من إضافة هدف ثالث قاتل لصالح الزمالك أمام الوداد. وين يا محمد يا عقيد؟ وين رايح أنت؟ وين؟ 3 أهداف مقابل 0، 3 هدايا استلمها نادي الزمالك، تقبلها وسجل منها خاصة الثاني والثالث. تمنح له لتسجيل هدف سيكون وزنه من ذهب. في وسط ميدان الكرة يصارع عناصر نادي الزمالك، والانطلاق عن طريق باسم مرسي، كرة ممتازة خطيرة، والحارس والدفاع والحكم قال ضربة جزاء. يا سلام، ضربة جزاء صفرها حكم المباراة، وبطاقة صفراء لمحمد عقيد، وتعقدت أمور الوداد. كانت تمريرتك رائعة يا باسم يا مرسي، كم كانت تمريرتك رائعة يا باسم يا مرسي. في اتجاه الاحتياطي هنا مصطفى فتحي الذي توغل، كان ذكي مصطفى فتحي.
اي نعم، اعتقد بانه لم يلمسه تماما، ولكن حكام المباريات في الكثير من الاحيان في لقطات مثل هذه يصفرون ضربة جزاء. لمس الكرة، اي نعم، لمسه في بيده في رجله الاخيره، لمسه. طبعا يبقى تقدير حكم المباراه هو السيد. احنا بعد 4 اعادات لم نتاكد ان كانت هناك ضربه جزاء ام لا. المهم الحكم صفرها، ضربه الجزاء ستنفذ، وفرصه اضافه الهدف الرابع عن طريق مصطفى فتحي الذي تحصل على ضربه الجزاء. ام من سيتولى تنفيذ هذه الرميه؟ ام اللاعب رمزي خالد ام احمد توفيق؟ المهم نادي الزمالك هو الذي يستفيد من ضربه الجزاء بحثا عن هدف رابع قاتل في هذه المباراة، ونتيجة غير متوقعة تماما إذا تم تسجيل الرابع. وجول 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 وجول، مصطفى فتحي يسجل الهدف الرابع للزمالك. يا سلام على الزمالك ويا سلام على الوداد. 4-0، نتيجة عريضة وثقيلة وطويلة. نعم ثقيلة، كل المواصفات لا تكفي لنصف هذه النتيجة بالرباعية للزمالك أمام الوداد. الزمالك لم يكن في مستوى عالي جدا ومع ذلك فاز بالأربعة، فما بالك لو كان كامل قدرات وبلاعبيه الذين بدأ بهم هذه المنافسة. المشكل كان في الوداد اليوم، المشكل كان في الوداد، والزمالك استثمر في مشاكل الوداد واستغل كل الفرص التي اتيحت له وضرب بالرباعية اليوم. قلت لكم بأن النتيجة لن تبقى 2 وكررت بأنها لن تبقى 3. الآن صارت 4 قبل 17 دقيقة من اللعب. ما زال الأمر مفتوح على هدف خامس أو هدف أول للزمالك أو للوداد. مصطفى فتحي الذي تحصل على ضربة جزاء سجلها ببراعة على يسار الحارس محمد عقيد، مسجلا هدفا رابعا.